السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما تشوفوا اليوم عندنا وصفة تحلية الليمون وجوز الهند. قبل البدء نصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام ونبداو بسم الله بالمقادير. هذه الوصفة اللي كان أحبوها الكثير وطلبوها مني. رايحين نشوفوا المقادير تاعها اليوم. نبداو بطبقة جوز الهند أو كريمة جوز الهند. خديت 2.5 كأس من الحليب، 2 ملاعق ونصف سكر، يعني واللي يحب الحلاوة أكثر يعني يعمل 3 ملاعق كبيرة. أنا عملت 2 ملعقتين كبار ونصف سكر، 2 ملعقتين كبار ونصف مايزينا. الملاعق تكون مملوءة مليح كما راكم تشوفوا، 1.5 ملعقة. ثم نضيف عطر جوز الهند اللي هي لاباتاغون تاع جوز الهند. نضع حوالي ملعقة صغيرة، ثم نوضعها على نار هادئة ونبقى نحرك بالعقل حتى الغلية الأولى، غير تغلى ننزعها على النار، نحركها أولا على البارد، ثم نضيف لها ملعقة صغيرة تاع زبدة. شوفوا القوام تاعها هنا مازالها سخونة، من بعد باش تبان. ثم نفرغها في الكؤوس، كؤوس تقديم، ونوضعها في الثلاجة تبرد. باش ننتقلوا إلى الطبقة الثانية لازم يكونوا بردوا لنا في الثلاجة. إذن نوضع الكؤوس تاعنا في الثلاجة، ثم ننتقل إلى الطبقة الثانية. الطبقة الثانية عندنا أنا عملت بالفلان تاع القارص تاع الليمون. اللي ما عندوش فلان ليمون نقدروا نعوضوهم بعصير مخفف تاع الليمون. كل كأس بدل أنا وضعت هنا كأسين تاع الماء، يعني تقدروا تعوضوه بكأس تاع ماء تعصروا عليه نص حبة قارص، يعني تكون حبة قارص في مع كأسين. كل كاس ديروا له نص حبة قارص وملعقتين مايزينا كبار وملعقة سكر. ولما نطفي عليها يعني على النار نضيف لها عطر الليمون. هذا بالنسبة اللي ما عندوش فلان تاع الليمون. بالنسبة اللي توفر عنده يعمل كيما عملت أنا. وضعت كأسين من الماء، ضفت علبة فلان ليمون، وعصرت نصف حبة قارص متوسطة، ملعقة ونصف نتاع المايزينا. اللي يحب تكون يعني متماسكة الطبقة تاعو يعمل ملعقتين. أنا عملت 1.5 ملعقة، كان القوام تاعها رائع. ضفت ملعقة كبيرة من السكر، نقلبهم تقليبة خفيفة ونوضعهم على نار هادئة بنفس الطريقة حتى الغليان الأول، غير تغلى لنا ننزعها ويكونوا الكؤوس تاعنا بردوا. نفرغ عليهم هذه الطبقة الثانية ثم نرجعوهم للثلاجة. هذه التحلية تجي منعشة حقيقة رائعة، كامل اللي ذاقوها عجبتهم. بالنسبة للتزيين وضعت تزيين بسيط يعني على حسب الأذواق الموجودة، شوية نواه كوكو وشريحة تاع الليمون. النتيجة كانت رائعة، الوصفة تجي بزاف منعشة، الوصفة سهلة كما راكم تشوفوا، ما تاخذش وقت، ما تاخذش مقادير. شوفوا معنا القوام كيفاش جا، واللي حب الطبقة العلوية يعني تكون متماسكة كما كان في الشرط اللي درته في البداية كامل اللي عجبكم، كانت الطبقة متماسكة. وضعوا ملعقتين نشا مع هذوك الكأسين تاع الماء. ان شاء الله اللي طلبوها مني يشوفوا الفيديو ويجربوها ويستمتعوا بها، وكامل المشاهدين. وشكرا على المشاهدة، وإلى اللقاء في فيديو آخر.